يعني انتي خلاص عايزة تتطلقي؟ أيوة يا دكتور، ده ما بقاش يحبني زي زمان. فين كريم الجميل الحنين اللي كان بيقول لي إن القمر نزل من السما وبقى في قلبه؟ ما هو لو كل واحدة ست هتتطلق عشان جوزها بطل يقول لها كلام حلو، يبقى كل الستات هتتطلق يا بنتي. مش بس كده يا دكتور، ده بقى بيسيبني في البيت بالساعات، وأقول له رايح فين يقولي نازل القهوة. ده بيحب معلول أكتر مني. ما هو بيني وبينك معلول يتحب برضه، بس دي كلها مشاكل طبيعية، ما تخليكيش تطلبي الطلاق. والجفا ده بقى سببه ايه؟ هل مثلا في حد كده ولا كده ولا كده لافت نظرك؟ لا كده ولا كده. ريم ولله الحمد كرهتني في الصنف كله. يا ساتر يا رب، بقى بذمتك ده صنف يتكره؟ يتكره عادي يا دكتور. دي مشكلتها معايا ان انا بطلت اقول لها ان القمر ساب السما وبقى في قلبي. متخيل؟ هو انتوا عندكم مشاكل مع القمر ولا ايه؟ ما تسيبوا القمر في حاله. يعني لو طلبت منك الطلاق هتطلقها؟ وبالتلاتة وحياتك. ريم اللي كانت ملاك الرحمة اتحولت لأيقونة نكد. دي لو كتبوا كتاب عن النكد بتاعها هيبقى أنيل من كتاب حياة حسن الأسمر نفسه. طب انا عندي كام سؤال كده. لسه بتحبوا بعض؟ هو أنا لسه بحب أشوف وبحب أنكشه، ساعات أحس إني عايزة أتخانق معاه. آه، عايزة أتطلق بس بسببه. والله يا دكتور مش عارف. يمكن لو بطلت نكد يعني ممكن أحبها، أو أنا بحبها. بس مش عارف. بيني وبينك هي بقت غريبة بصراحة. طب ايه الحاجات اللي بتضايقكم من بعض؟ إنه مش موجود في البيت، دايمًا عنده يا إما ماتش، يا إما قاعد على القهوة، يا إما ماتش بيتفرّج عليه على القهوة، يا إما PlayStation على القهوة، أو ماتش مع أصحابه. ما أعرفش أنا بقى إيه كمية الماتشات دي. نكد. وبعدين عايزين أقعد جنبها، أخلص شغل وأرجع أقعد جنبها نتفرج بقى على فيلم هندي، مسلسل تركي، مسلسل كوري. ما هي الحاجات دي هي اللي مبوظة عقلها. طبعًا هو هيقول لك إني عايزة أربطه في البيت، هو مفكّر إن اهتماماتي تافهة، قال يعني هو اللي بيخترع الذرة. عندها عقدة من الماتشات، ودايما تقول لي إيه الحكمة من الجري ورا حاجة مدورة. إنما لما تتفرج على مسلسل 500 حلقة كده هي لقت حكمة عظيمة، الله أعلم إيه هي. اخر مرة خرجتوا كانت امتى؟ من شهر باين، وساعتها فرّج الناس علينا، كل ده عشان قُلت له وإحنا مروّحين ندخل السوبر ماركت نسأل على حاجة. ما هو السوبر ماركت ده بقى فيه ساعة لوحده، جبن وبيض وعروض على الرز والسكر وكوع يا كريم وادفع يا كريم. بعدين خرجنا سوا يبقى سريع سريع كده ونروح. ده حتى مسكة الإيد مستكترها عليا. فاكرة إنها خفيفة زي زمان ونمشي ونتدلع؟ ده أنا بمشي أجرها يا دكتور. كل مشاكلكم وكلامكم ده عادي بين اي اتنين، بس الفكرة كلها انكم مش فاهمين اهتمامات بعض، ومحتاجين تمسكوا العصاية من النص وتعملوا توازن بين الاهتمامات. عموما روحوا دلوقتي وحاولوا ما تتكلموش مع بعض، وخدوا البرشامة دي. ده مهدئ عشان ما تفكروش في الطلاق على الأقل النهاردة، وأشوفكوا كمان 10 أيام. صباح الخير. صباح النور، صاحي لوحدك يعني؟ قلت أقوم كده أحضر الفطار وألم الغسيل قبل ما أنزل الشغل. طب بسرعة عشان مستعجلة. حاضر. إيه ده؟ أنا المفروض إن أنا ما أدخلش المطبخ. صح، بس أنا حاسة إني عايزة آكل من إيدك. وأنا حاسس إن أنا حابب أطبخ. وأنا حابة آكل من إيدك، وبعدين غسيل إيه اللي هتلمه؟ حاسس إني عايز ألم الغسيل. إيه ده؟ إيه ده؟ ما تقلعي البيجامة دي عشان أغسلها. هو أنا بقول إيه؟ كل يوم الصبح هتفضل ترغي ترغي، وهتأخرني كده وأنا عايزة أروح الشغل بدري، عشان النهاردة نفسي أروح ألعب بلاي ستيشن. لا لا، دي جملتي. صح. في حاجة غلط. بقولك إيه؟ هو أنت خدت البرشامة بتاعت شرنوبي؟ آه. وأنا أحيه. بقولك إيه؟ إحنا هنروح دلوقتي لشرنوبي عشان نفهم إيه اللي حصل لنا.
حد يجي لحد الصبح بدري كده؟ معلش يعني يا دكتور، بس هو أنت اديتنا إيه امبارح؟ ده دواء من اختراعي. اختراع مين يا عم؟ بيعمل إيه يعني؟ ده دواء بيعيش كل واحد في شخصية التاني لمدة 10 أيام. يعني باختصار، هو بقى ريم وهي بقت كريم. نيا نيا. يا يا نهار نهارك أسود! اسود!